السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. اليوم راح نحكي عن موضوع الصبر وحالة فقدانه بالشارع السوري اللي لاحظته تقريبا واللي عم يلاحظوه الكل، إنه الشارع السوري اليوم بيفتقد لأهم مقوم من مقومات حياته اللي هي فضيلة الصبر. وطبعا هذا واضح على وسائل التواصل الاجتماعي أو بالشارع، وواضح أكثر بالداخل السوري أكثر، يعني على مستوى الجماهير السورية بالداخل أكثر منه على مستوى الخارج، إلا إنه حالة عامة منتشرة. لهيك حبيت نرجع للسيرة النبوية الشريفة ونتعرف على مظاهر الصبر اللي عاشوها الصحابة مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما بعد الهجرة، يعني بالمدينة المنورة. طيب ليش عم نقول بالمدينة المنورة؟ لأنه نحن عم نمر تقريبا مرحلة تأسيس لدولة جديدة على أرضية صفرية تقريبا، مع إرث مرعب من الدمار والفساد. طيب حالة الدولة الإسلامية ما بعد الهجرة بتشبه حالتنا نوعا ما، لأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام هاجروا لبلد تاني غريب عنهم. يعني هذا بيعني للمجهول، البعض منهم هاجر بلا ولا شيء إلى مدينة صغيرة ما بتشبه مدينتهم، مقومات الحياة فيها محدودة، مع كثافة سكانية غير مخططة مثل ما بيقولوا، مهاجرين وأنصار. طبعا بالإضافة لأنه هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كانت هجرة من الكفار، يعني هو رجل بيحمل إرث من العداء. بالإضافة لهجرته لمدينة فيها أهل ذمة اللي هن كمان بيحملوا عداء للنبوة الشريفة، نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولنبوات كثيرة. بظل محيط كامل هو محيط عايش على عبادة الأصنام، لكن الرسول والمجموعة اللي معه صلى الله عليه وسلم اللهم ارضى عنهم جميعا هن يعني عم يحاربوا ضد التيار بكل هذا المحيط الغريب عنهم. نحن اليوم عم نعيش نفس الحالة تقريبا. طيب خلونا نبلش بالآية الكريمة التالية لحتى نعرف مقدار الصبر اللي لازم نتحلى فيه. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. هاي الآية نزلت بمعركة بدر، يعني ربنا عم يشترط على الصحابة رضوان الله عليهم انهم يصبروا ويتقوا ربنا سبحانه ربي وتعالى، ثم فيما بعد ربنا بأيدهم بنصر من عنده. يعني ملاحظين يعني حجم يعني لو تصورنا المشهد، ناس بنص معركة، ناس داخلين على معركة، مطلوب منهم أول شيء يصبروا ويتقوا وبعدين ربنا بيأيدهم بالنصر. طيب بناء عليه نحن إذا عملنا مقاربة بسيطة وقارنا بين حالنا وحالهم، طيب مو الأولى فينا ونحن هلأ انتقلنا من مرحلة الحرب لمرحلة الاستقرار، مو الأولى فينا يكون صبرنا أضعاف مضاعفة عن صبر الصحابة بالمدينة المنورة وهن بقلب المعركة وهن مقبلين على المعركة؟ طيب ومع انه يعني نحن بينطبق علينا بالغالب العام بينطبق علينا الحديث الشريف اللي بيقول: من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقط، يعني فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. طيب بناء على هذا الحديث يفترض يكون الإنسان مو ناقصه شيء، الإنسان السوري بين قوسين. طيب مشهد ثاني من معركة الخندق. بهي المعركة كانت المدينة محاصرة ب10,000 من جنود المشركين، اللي هدفهم هو هدف وحيد، هو القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد اللي انهزموا فيها المسلمين. تمام. فكانوا المسلمين بهي المرحلة فيهم من الجوع ما فيهم، لدرجة أنه كانوا يربطوا الحجر على بطونهم من الجوع. كانوا عم يحفروا الخندق، كان الجو بارد برد شديد، ومع هالشي بتلاقيهم تكاتف، حفر للخندق، تعاضد، رباط. اللهم صل على النبي. حتى خلونا نستعرض بعض مظاهر يعني وننتقل من مرحلة المدينة المنورة
سريعا أو من مرحلة الصبر نشوف مؤازرة الصحابة رضي الله عنهم لسيدنا محمد وللدولة الجديدة الناشئة لحتى نتعرف على مقدار الفضيلتين اللي تمتعوا فيها الصحابة بهاي المرحلة اللي هي الصبر واللي هي محور حديثنا اليوم، والمؤازرة اللي هي النقطة الثانية أو الركيزة الثانية في مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة. نحن عنا في أربعة تقريبا من الصحابة كتير بتتكرر مشاهد سخائهم اللي هن سيدنا أبو بكر، عمر، عثمان، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. فعلى سبيل المثال سيدنا أبو بكر تبرع تقريبا بماله كامل لتجهيز جيش تبوك، فضلا عن تحمله لتكاليف هجرته وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كامل التكاليف، بالإضافة لشراء لمجموعة من عبيد الصحابة وتحريرهم لوجه الله. أما سيدنا عمر فبذل نصف ماله بمعركة تبوك، بالإضافة لأنه ترك أرضه بخيبر وقف للفقراء والمساكين. طيب سيدنا عثمان هو الغني عن التعريف بهي المسألة بالذات، بهي الزاوية بالذات. تبرع بماله لتجهيز جيش كامل. اشترى بئر روما من اليهودي لصالح أهل المدينة، جعل وقف لصالح أهل المدينة. اشترى أرض توسعة المسجد النبوي. طيب بالنسبة لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، بموقف من المواقف سيدنا عبد الرحمن بن عوف تبرع، اللهم صل على النبي، تبرع بقافلة من 700 جمل فيها كافة المواد اللازمة لأهل المدينة، ومرات كثيرة كان يجهز السرايا القتالية على حسابه، وكل هذا خدمة للدولة الإسلامية الناشئة، وبدون ما يطلبوا من الدولة العون والمساعدة، وإنما كانوا يشوفوا حالهم هن المسؤولين عن هاي الدولة، وكل واحد فيهم مسؤول عن قيامها. لدرجة أنه مثلا سيدنا عبد الرحمن بن عوف معروفة القصة تبعه لما إجا الصحابي الأنصاري اللي آخى بيناتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له الأنصاري لسيدنا عبد الرحمن بن عوف اختر، يعني أي بيت من بيوتي بدك، أي زوجة من زوجاتي لحتى طلقها وتزوجها، المال اللي بدك إياه. قال له بارك الله لك في مالك وفي زوجك، دلني على السوق. يعني نقطة انتهى، خلاص أنا جاي شو ابني، أنا جاي أسس. حتى فقراء الصحابة كان في درجة رائعة من البذل عندهم، يعني بناء على الآية الكريمة اللي بتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لدرجة أنه المنافقين كانوا يسخروا منهم. يعني مثلا بالآية الكريمة ربنا بيقول الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يعني شوفوا سبحان الله التحذير أو الوعيد الشديد من الله للي سخر من الصحابة الفقراء، للي كانوا عم يبذلوا بس جهودهم التطوعية. تمام. حتى بعد الهزيمة بمعركة، يعني شوفوا حجم البذل، حتى بعد الهزيمة بمعركة أحد وأصيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أصيب والصحابة أصيبوا، وصل للرسول صلى الله عليه وسلم خبر أنه قريش راجعة بدها تدخل على المدينة وبدها تقاتلكم لحتى تقضي على الإسلام بشكل مطلق. هون شو ساووا الصحابة؟ المصاب فيهم كبير السن كلياتهم حتى كانوا عم يتكوا على بعض وحملوا حالهم مشان يرجعوا يواجهوا الكفار مشان ما تنوئد الدولة الإسلامية الجديدة. تمام؟ هلأ بنرجع اللهم صل على النبي للمرحلة المكية. طبعا المرحلة المكية هي عبارة عن بوتقة مثل ما بيقولوا للصبر والتضحيات، لكن خلينا نحكي بس عن مظاهر صبر ضعفاء الصحابة اللي هن كانوا عبيد أو اللي كانوا موالي، مثل سيدنا بلال، سيدنا خباب بن الأرت، سيدنا عمار بن ياسر وأبوه وأمه. مظاهر صبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مظاهر صبر هدول الصحابة الثلاثة أو آل ياسر معهم هي معروفة الكل بيعرفها، يعني لدرجة أن سيدنا بلال يحط الحجر على صدره إلا كأحد أحد. تمام؟ إيه. ومن مظاهر الصبر العظيمة الحصار اللي عاشه سيدنا محمد هو وعشيرته كاملة بني عبد المطلب. إيه. 3 سنين كاملة كانوا يقتاتوا على لدرجة يقتاتوا على شو؟ على شجر على ورق الأشجار. تمام؟ حتى لدرجة من لحظة من لحظات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف التجديد
على قضية الصبر. هلا نحن هون نرجع على قضية الصبر. شوف التجديد على قضية الصبر. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما جاء مرة من المرات سيدنا خباب بن الأرت قال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ على قد ما كان يتعذب خباب بن الأرت كان رجل ضعيف، يعني كان من عبيد المسلمين اللهم ارضى عنه. فشو انزعج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ شو قال له؟ قال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يعني سيدنا محمد عم يقول كان من الأقوام اللي قبلكم المؤمنين الموحدين يجيبوا الواحد يحفروا له حفرة ويحطوه فيها ويجيبوا منشار يقصوه بالنص، وبعضهم يجيبوا منشار يفصلوا لحمه عن عظمه وما بيتراجع عن دينه. فقال لهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولكنكم تستعجلون. متخيلين المشهد؟ خلونا نتخيل هذا المشهد ونشوف مشاهدنا اللي عم نعيشها نحن هلا بسوريا، أي أشد أي أصعب، يعني الله المستعان. لله الأمر. وهذا سبحان الله بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحققت، يعني وصلنا لدرجة من الأمان بالدولة الإسلامية إنه الناس صارت تمشي من أطراف من أقصاها إلى أقصاها وهي آمنة، لأنه ربنا سبحانه طبعا وهذا الوعد سبحانه ربي ما توقف وما انتهى بلحظة موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن البشرى لا تزال قائمة والعرض كما يقال مفتوح. أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، قال بحجة الوداع ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت 3 مرات. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وصلتنا الرسالة معناته نحن شو؟ نحن داخل إطار هي البشرى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب بهي الحالة نحن مقدرين حجم الصبر اللي كان مطلوب من الصحابة لنعرف الثواب العظيم اللي بيستنانا فيما لو صبرنا نحن. وموضوعنا اليوم طويل شوي مشان هيك بدكم تتحملونا. اللهم صل على النبي. حتى بمعركة الخندق، بنرجع شوي لمعركة الخندق، بيقولوا الصحابة اشتد الخوف والجوع بالمسلمين حتى قال بعضهم، انتبهوا لهذا الكلام، والله إن أحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، يعني شو؟ يروح على التواليت من شدة الحصار والخوف. هذا الكلام بيعكس شدة البلاء والصبر اللي بذلوا الصحابة. وبالأخير نحن عرفنا شو النتيجة، ربنا اقتلع خيام وجيش العدو وكأن شيئا لم يكن. وهلأ بعد ما انتصرنا لازم كمان نصبر لحتى نأسس دولتنا. ليش؟ لأنه نحن صبرنا بالثورة 14 سنة، وهي السنوات تقارب إلى حد ما سنوات الدعوة الإسلامية بمكة اللي كانت تقريبا 13 سنة. فيما بعد نحن حكينا لكم عن مشاهد الصبر ومشاهد المؤازرة اللي تمت بالمدينة المنورة بحياة سيدنا محمد، مو ما بعد حياته، هذا موضوع تاني. نحن عم نحكي عن 10 سنوات اللي كانت بحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وهلأ خلونا نستعرض مجموعة من الآيات الكريمة لنشوف اللي بيذكر ربنا فيها فضيلة الصبر. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الصابرين. يعني ربنا عم يقول أنا معكم، ربنا سبحانه عم بيقول لك أنا معك لكن اصبر. يعني نحن شو بدنا أحسن من هاي البشارة؟ ربنا عم يقول هون وبشر الصابرين، يعني هاي البشرة هون بابها مفتوح، يعني مثل ما بيقولوا شيك على بياض. خلص ربنا عم ببشرك بشو يا ربي؟ خلص انت ربنا اللي عم ببشرك سبحانه. فانت تخيل او يمكن ما راح تقدر تتخيل. ليش؟ لانه ربنا مثل ما قال سبحانه بالحديث الشريف مثلا عن رمضان، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني سبحانه ربنا لما بيقول لك
لما بيحدد لك بأحاديث معينة بآيات معينة مقادير للثواب، هذا واضح. أما إن لما ما بيحدد لك وبيقول لك وبشر الصابرين إلا الصيام فإنه لي، فأنت تخيل فضل الله سبحانه وتعالى. ربنا هون بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني نحن عم نقول ما في تحديد. ربنا عم بيقول لك يا عبدي سبحانه ربي وتعالى وفيك أجرك بلا حساب بدون تحديد. يعني حدث ولا حرج. الله المستعان. سبحان ربي قديش غافلين عن هاي البشارات. هون ربنا يقول والله يحب الصابرين. تخيل انه نحن ربنا بيحبنا. يعني هلا نحن لو قلنا انه الرئيس احمد الشرع، لو واحد فينا قال رئيس احمد الشرع بيحبني، شو يعني؟ معناته انت امورك كلها بخير. فما بالك برب العزة سبحانه وربه وتعالى، واللي قال بالحديث الشريف ان الله اذا احب عبدا كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. يعني متخيل بيتحول الإنسان لإنسان ربنا عم بيحركه. ما في حركة ولا سكنة إلا بإرادة ربنا سبحانه ربي وتعالى. بس شريطة شو؟ شريطة أنه تكون من الصابرين وربنا يحبك. طبعا في عنا الآية هي اللي بتقول واصبر وما صبرك إلا بالله. تمام. وهون ربنا عم يأمر. يعني صيغة واصبر هي صيغة أمر. فربنا عم بيقول لك واصبر، لكن بشرط الاعتماد على الله. دير بالك مثلا بلحظة من اللحظات اتكل على نفسك وعلى قوتك وإلى آخره. إيه. وإنما اتكل على الله سبحانه ربي وتعالى لحتى شو؟ لحتى تفوز بمعية الله، لحتى تفوز بتثبيت الله، ولحتى فيما بعد تشوف حجم الراحة والطمأنينة اللي ممكن تعيشها نتيجة صبرك اللي هو كان شو؟ من الله، مكرمة من الله سبحانه ربي وتعالى. ربنا سبحانه ربي وتعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أئمة يعني قادة، يعني رؤساء، يعني حكام، لكن يعني أئمة خلص نقطة انتهى. ربنا عم بيقول لك أنت راح تكون إمام بين الناس، وهذا الكلام بينسحب على كل الناس. يعني نحن راح نكون أمة كلياتها قائدة لمسيرة البشرية كلها سبحانه ربي وتعالى. لكن شو؟ لما صبروا. وشو عم بيقول سبحانه ربي وتعالى؟ يهدون بأمرنا، أئمة يهدون بأمرنا. يعني هذا بيرجعنا للآية الكريمة اللي بتقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني رح ترجع لأن الخيرية مقابل شو؟ مقابل الصبر. فيما بعد بس نكتسب فضيلة الصبر رح نصير أئمة نهدي إلى الخير سبحانه ربي وتعالى. هلا بنروح للأحاديث النبوية الشريفة. يعني ربنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر بحد ذاته هو فضيلة. يعني أنت متخيل مثلا تكون الدنيا خربانة من حواليك وأنت يعني مطمن وأنت عايش طمأنينة. طبعا هاي المسألة أنا عشتها وجربتها سبحان ربي وتعالى. بيوم من الأيام تم اعتقالي 3 أيام قبل الاعتقال الثاني الكبير مثل ما بيقولوا. لكن ربنا أنزل علي سكينة بهاللحظات. حتى ابن جيراننا اللي كان معي قال لي أنا استغربت الطمأنينة اللي أنت عايشها. أنا نفسي كنت مستغرب نفسي سبحان ربي وتعالى. لكن اليوم ذكرت هذيك اللحظة واستشعرت أن هذا ممكن يكون نتيجة الصبر سبحان ربي، واللي هو شو؟ اللي هو مثل ما قلنا فضيلة من الله. فنحن متخيلين حجم الخسارة اللي عم نخسرها نتيجة فقداننا لحالة الصبر مجتمعنا. طيب في عنا الحديث الثاني اللي بيقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني الإنسان عايش وعداد الحسنات شغال. اجتك يعني مكرمة من الله، شكرت الله عليها ربنا أكرمك بالحسنات. امتحانك ربنا بامتحان صعب، صبرت عليه ربنا أكرمك وتفضل عليك بالحسنات. يعني سبحان الله كل أحوالك أنت مأجور. فيعني نحن ليش حالة التأفف هي؟ ليش حالة الزهد هي الواضحة بالصبر؟
طبعا هون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هلا أنا مدرك وكلياتنا مدركين إنه جزء من الشعب السوري أو الشارع السوري عايش حالة من الصدمة بعد ما فقنا من فرحة النصر، وبعد سنة تقريبا عم نحس إنه آمالنا لسه ما تحققت. طيب هي الآمال بنرجع بنقول عنا 23 سنة من السيرة النبوية قبل الهجرة وبعد الهجرة اللي هي كانت عبارة عن خزان من الصبر فيما بعد تحقق. فنحن ما عم نقول إنه يا جماعة الخير اصبروا 23 سنة، وإنما اصبروا شوي، اصبروا شوي. طيب اصبر لك تكسب الثواب والأجر العظيم اللي ربنا وعدك فيه من خلال الصبر. ولو رجعتوا للنت من تلقاء أنفسكم وللقرآن وللحديث الشريف وراجعتوا هاي الآيات والأحاديث لكان كفانا وكفاكم مغبة شو؟ مغبة الاعتراض على الوضع الحالي بسوريا. عفوا. طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. في حديث ثاني بيقول: من صبر فله من شكر فله الشكر يمكن، ومن سخط فله السخط. من يتصبر يصبره الله. نحن بناء على هذا الكلام أنت حاول تتصبر، حاول يعني تكون السيرة النبوية أو يكونوا الصحابة قدوة لنا لحتى بس نبلغ درجة من الصبر، وفيما بعد بينتشلنا ربنا وبيصبرنا بالقدر المطلوب لحتى نكتسب هي الراحة النفسية، ولحتى نكتسب الأجر المأمول، ولحتى نكتسب كل الوعود اللي وعدنا إياها ربنا بالقرآن وبالحديث الشريف. طبعا هون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعيد نفس الحديث السابق لكن بصيغة معينة، صيغة مختلفة. بيقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. طيب نحن بالآخرة أصلا عبارة عن حسنات وعن ذنوب. يعني كل هاي الدنيا اللي عم نحكي عنها وتعبانين مشانها هي عبارة عن غرفة الامتحان للآخرة. طيب هون ربنا عم بيقول كل اللي عم بيصيبك هو تكفير لخطاياك. فنحن مرحلة التعب هي والضنك اللي نحن عايشينها، ومرحلة القلة ومرحلة الاستضعاف ومرحلة التشرد يعني حدث ولا حرج. لكن هي كلياتها انت مأجور عليها، في ملائكة عم تكتب لك الحسنات وعم تحط عنك السيئات. نقطة، انتهى. معناته انت فايز منتصر بالامتحان ان شاء الله. طبعا اخيرا يعني نحن خلونا نذكر الآية الكريمة أو بالأحرى لسه عندي شوي شوي كمان. نحن عندنا مجموعة من الأسلحة بالإضافة للصبر، حبيت إنه أذكركم فيها وتكون هي أشبه السلاح الفتاك للمؤمن. أولها الدعاء. فالله سبحانه وتعالى يقول بالآيات: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يمكن اليوم كلياتكم إذا سمعتوا هذا الكلام الكل راح يقول: مين مضطر أكثر منا؟ مين عايش بضنك أكثر منا؟ مين عايش بتعب أكثر منا؟ طيب ربنا عم بيقول لك: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أنا بستجيب لك يا عبدي. ويكشف السوء، وهذا السوء اللي أنت عايش فيه أنا بكشف لك إياه. ويجعلكم خلفاء الأرض. ويجعلكم خلفاء الأرض. هذا اللي أنتم طالبوا فيه وكلياتنا عم نطالب فيه، إنه تكون حياتنا بالأرض حياة كريمة عزيزة مثل ما بنتمناها، يعني سنغافورة مثل ما عم بيقولوا. طيب شو الحل يا ربي؟ الحل الدعاء. أنت مفطر معناته ادعو ربنا. وربنا هون قال سبحانه ربي وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اذا المطلوب منا بس الدعاء، لكن على اسس سليمه مثل ما بيقولوا. يعني يشترط بالدعاء مجموعه من الشروط، يفترض بالانسان انه شو يطبقها، يعني يكون مأكله حلال،
يحاول يختار الأوقات المناسبة للدعاء اللي الكل يعرفها، الكل بيعرفها. بس قال ربنا وقلت ادعوني أستجب لكم. باب ربنا سبحانه مفتوح، حتى بالحديث الشريف إنه ربنا بيتنزل كل يوم للسماء الدنيا وبيسأل أمن داع فأستجيب له أم من مستغفر فأغفر له. تمام. نحن هلا عنا السلاح الثاني اللي بدنا نحكي عنه بعد الدعاء، اللي هو عفوا الاستغفار. وهون ربنا بيقول سبحانه بالآيات التالية وقلت استغفروا ربكم بسورة سيدنا نوح إنه كان غفارا. طيب، يرسل السماء عليكم مدرارا. أول شي بيغفر لك ذنوبك. تمام. يرسل السماء عليكم مدرارا، اللي شو؟ اللي هي المي. وجعلنا من الماء كل شيء حي ويمددكم بأموال وبنين. هذا أكثر شيء نحن نطلبه، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، سواء بالدنيا أو بالآخرة. تمام. السلاح الثالث اللي هو تقوى الله. ربنا سبحانه ربي وتعالى يقول في كتابه العزيز ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نحن اليوم بدنا مخرج من وضعنا التعبان، مثل ما بيقولوا بين قوسين يعني، من وضعنا المزعج، من وضعنا المزري، سمي شو ما سميته. طيب شو نعمل يا ربنا؟ اتق الله، التزم طاعاته واجتنب معاصيه. تمام. وشو كمان يا ربي؟ وهي بشرى ثانية ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب يا جماعة الخير، يعني بدون ما تتخيل المكان اللي راح يجيك منه رزق، ربنا راح يرزقك. لكن اتق الله. وهذا الكلام ما بينطبق بس على المسلمين، بينطبق على المسلمين وعلى غير المسلمين. تمام. يعني التقوى لحالها بتحل كل مشاكلنا. نقطة، انتهى. السلاح الرابع اللي هو التوكل على الله. ليش ربنا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ يعني انت بتجي لله المثل الأعلى، لعند تعهد انت واثق فيه، انه قلت له ظبط لي البيت، يقول لك شو؟ اتكل علي راح اسلمك بيت، يعني شغلة كبيرة. انت عم تتكل على الله سبحانه ربي تعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني اللي خلق الكون هذا ودبره وخلقه بأبدع شكل وبأجمل شكل. يعني كيف انت بتتخيل انه ما راح يكون حسبك؟ كيف بتتخيل انه ما راح يحول لك حياتك للشكل مو اللي انت بتتخيله، لأكثر من اللي انت بتتخيله؟ اخيرا خلونا نكون من اللي قال فيهم ربنا سبحانه ربي وتعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. السلام عليكم ورحمة الله.